بمناسبه كاس العالم النهارده عاملين فكره قويه، نحط التشكيله كده انا والمستر، وعاوزينكم انتوا في الكومنتات تعدلوا بقى، لو في حاجه عاوزين تضيفوها ضيفوها، تمام؟ او حطوا التشكيله من اولها لاخرها. نبدا بمستر خالد علي، هنحط مين في الدفاع؟ نبدا بحارس المرمى. نبدا بحارس المرمى. بص انا مع الخبره في حراس المرمى، مع الخبره. مين؟ فانا بقول الشناوي. هو حاطط محمد الشناوي رقم واحد. مصطفى شوبير رقم 2 شوبير، بس انا ابدا بالشناوي. يعني انا من رايي ان الحارس الشناوي. ده طبعا محمد الشناوي. محمد الشناوي الاهلي. تمام. انا هحط احمد الشناوي. انت تحط احمد الشناوي. لان هو عامل شغل حلو قوي في بيراميدز، مش عشان انا زملكاوي. لا هو عشان انت بس بيراميدز دايما بتكسبوه فانت. لا بقى حقيقي احمد الشناوي. طيب وانا محمد الشناوي. ماشي. طيب خط الدفاع بقى موجود محمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر ابراهيم. نلعب بالباكين الاول. ماشي. هنا ما قداميش غير محمد هاني. ما عنديش غيره. ما عنديش تاني. برضه الفرق الخبره مش اكتر. في طبعا ناس في ناشئين كويسين، بس هو يبقى بالنسبه لي رقم واحد. حلو. هنا ما فيش قدامنا برضه غير فتوح. فتوح هو اللي يعني الاقرب للموضوع. لو حطينا بدايل في نفس محمد هاني، مع ان انا مش بقتنع بيه جدا، بس هو تمام. ما عندناش غيره. ما فيش غيره. هنا الباك شمال فتوح، ولو في بديل يبقى كوكا من الاهلي. الاثنين السردباكات بتاعي الاقرب ليه يعني نلعب محمد عبد المنعم. ماشي. هو قاعد بقاله فتره. بس برضه في يعني فارق عن اي حد، يعني فرق خبرات وفرق مهاره. وبعدين محمد عبد المنعم بيعرف يطلع بالكوره، ودي حاجه مهمه جدا. ورامي ربيعه. انا هحط برضه محمد عبد المنعم، بس هحط هنا حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد ممكن عشان طول، بس انا برضه يعني حسام عبد المجيد ممكن يجيب اجوان، وفي نفس الوقت كمان هو رامي ربيعه بيجيب اجوان. هو خلاص مش في الاهلي، بس انا ماشي. يبقى احنا عندنا هنا محمد عبد المنعم. ماشي، احنا الاثنين متفقين عليه. وحط انت وانت ما بين انا بتاعتي ان انا احط رامي ربيعه، ولو مش رامي ربيعه يبقى حسام عبد المجيد. وهم الاثنين هيبدلوا مع بعض. طيب خلاص ماشي. تعالى نطلع في النص. حمدي فتحي، مروان عطيه، امام عاشور، مهند لاشين، احمد سيد زيزو، تريزيجيه، ابراهيم عادل، هيثم حسن. انت هتلعبها ايه اصلا؟ هلعبها 4-4-2. بص الخط الوسط مروان نوي. احنا معاك مليون المية. مروان نوي لازم يلعب. ممكن نلعب جنبه حمدي فتحي. دول الاثنين اللي هم الستة يعني اللي هيلعبوا على الدايره وديفندرات قدامهم. يعني الثالث اللي بصهم اعتقد ان انا وانت متفقين ان هو مفيش غيره. يعني امام عاشور مفيش غيره. هنا وهنا اللي هم الاثنين بقى الاجنحه. بس كده هيبقى 4-3-3. هلعب اثنين. نلعب لا ما هو كده 4-3 فاضل 3 قدام. ما انا هلعب الاثنين دول بقى متقن. يعني المفروض هاني بيطلع وفتوح بيطلع. هيواجهوا مين هنا بقى؟ اكيد هنا يعني محمد صلاح ده حاجزها لنفسه باسمه، ودي اكيد برضو مرموش حاجزها لنفسه باسمه. ماشي. احنا تقول لنا ما لعبناش تريزيجيه في حته. لا انا هلاعب تريزيجيه يغير مع مرموش، وزيزو يغير مع محمد صلاح. يبقى دولت البدلاء بتوعهم. لو هيبقى الثالث هنا ابراهيم عادل، بس ابراهيم عادل بعد مرموش وبعد تريزيجيه. يعني ابراهيم عادل ما يبقاش بعد مرموش؟ لا انا اشوف تريزيجيه خبره كبيره جدا، وتريزيجيه كمان لا وفينيشر فظيع يعني. بالذات الفتره دي. فاضل لنا المهاجم. احنا عندنا مشكله كبيره جدا. لا مصطفى محمد طبعا، مش عشان ناصر منسي حاجه برضه، بس ناصر منسي يتخض موقف زي ده يعني في اول حياته وكاس عالم ولسه ما راحش قبل كده. فانا بيتهيألي دي تشكيلتي. لو انت انا معاك مليون المية. يعني انا لو هغير حاجه هنا غير ده، خليه ناصر منسي مليون المية. ده فظيع. عشان زملكاوي ولا عشان ايه؟ لا والله طب ما ده زملكاوي. ماشي. يعني الاثنين زملكاويين. لا ده اهلاوي، ده هو لعب عندكم كده بس يعني. لا ماشي. حتى ده كمان عايزين تاخدوه. ماشي. هنحط هنا ناصر. عايزين تاخدوا ديت بقى. انا كنت بتفرج على ماتش من يومين، كان المصري بيلاعب سيراميكا. نص الفرقه بالمدربين من الاهلي. ما قلناش حاجه. فرقتك انت نفسها انت بتقول ان الاهلي واخد منهم. انت البلاي ميكر بتاعك اللي بيلعب على الدايره بتاعك اللي انت طالع بيه السما من الاهلي اللي هو عبد الله السعيد، اللي كان بيلعب بلاي ميكر وكان مكسر لك الدنيا. ناصر منسي ان هو اصلا زملكاوي. طب ما هو زيزو اهلاوي. طب ما زيزو اهلاوي. بتكتشفه دلوقتي يعني. انت بتكتشف بالاكتشافات بقى. طب ماشي. زيزو احنا خرجنا ورا الموضوع عشان ما نشتتش الناس. شوف التشكيله ديت وقول لنا انت رايك فيها ايه. لو عايز تعدل التشكيله عدلها، لو عايز تشيل حد تحط حد مكانه حط، لو عايز تغير التشكيله كلها غيرها، لو عايز تغير مؤمن ذات نفسه ممكن تغيره، لو عايز تخليه زملكاوي اهلاوي خليه برده كده. شكرا ليك. مستنيينكم انت بتاعكم. شكرا ليك. السلام عليكم.